السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة في الحلقة دي هنشرح ازاي لو انت بتلعب الالعاب، ازاي اللي انت يبقى ليك كاش باك او يبقى ليك مبلغ استرداد من الالعاب اللي انت بتلعبها. في العاب لما بتلعبها وبتخسر اي دور بيكون ليك استرداد 5%، وفي العاب لما بتخسرها بتخسر اي دور بيكون ليك استرداد 3%. طيب احنا هنخش على الالعاب زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. هنختار اي حاجة ندخل كده عليها. ادي الالعاب اهي، ظاهر لي تحت كل الالعاب اهي، ظاهر لي تحت العرض الترويجي، الاسترداد النقدي، المفضلة. انا هدوس على الاسترداد النقدي. بيقول لي اختيار اللاعب، بتختار لعبتين، اكتر لعبتين انت بتلعبهم من اختيارك. زي ما احنا شايفين كده هتختار لعبتين، انا مختار لعبة التفاحة ولعبة اللي هي اللي بتدور دي. بعد ما تختارهم وبتحددهم زي ما انت شايف فوق، الاسترداد النقدي الخاص بيك 13 يورو. لما بتكمل اللي هي نقاط التقدم اللي هي كاتبها لي 14277، تقدر اللي انت تعمل استرداد نقدي. طيب هل لما تيجي تعمل استرداد نقدي هيرجع لك فلوس على حسابك على طول؟ هيرجع لك على حسابك، بس اهم حاجة وانت بتعمل الاسترداد هيدخلك على اللعبة اللي هي بتدور كل 24 ساعة مرة مجانية. ما تختارش اللي انت تدورها ب1 يورو. طبعا الطريقة دي كويسة جدا لان هي بتقدر ترجع لك فلوس انت اوريدي كنت خسرانها. ومع الناس اللي هي بتلعب باستمرار اكيد المبلغ ده هيكون كبير، اكيد هتقدر اللي انت تستفاد بيه، هتقدر اللي انت تستخدمه مرة تانية. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو بحيث ان يوصلكم كل ما هو جديد. طبعا هو جايب لي فوق سيكون السحب متاحا بعد 21 دقيقة. انا بعد 21 دقيقة اقدر اسحب الفلوس دي، ولكن الحد الادنى للسحب هو 1 يورو، فانا ما كملتش كده المبلغ. بشكركم.